خزيان الخبيه وهديه آتخ داخي أمرخ تسبرخ لرابع أخلان قديه خلقتها أو إن ضيفة خلقتها ديانة إديو. راح يكون ويانا أستاذ علي جاسم، كاتب وباحث في مجال الإعلام. أهلا وسهلا بك أستاذ. صباح الخير أستاذ. صباح الورد. أهلا وسهلا بكم. تسلم. خزيان خبيوه بوشن من نشق بلطخ خزق تقرير وديرخ بالآخر. كليتا باتا درهيوتا إلى خدام من صبواثا ناشاية ولاية دهواية لي بأخدانة وشتآسة بأن يومي ورهيوتا إلى جزامة على شينا وشليوتا كد آور بكنوشيا لجغشته ومخروتة شينه والمشاررتا دنيشة سياساية أو تاوديتاناية بيشن خراية زدلا مبلغتة قشيوتا وجزامة لبرستة دخلتا ما تمعود للخدتة استراتيجيوتا متقدمنتا لكليتا باتا درهيوتا علّثت مبلغتا درهيوتا بخكمة جاهي إلي لمشاررتا خكمة نيشة سياساية أو توديتاناية بيد مبلغتا قشيوتا وخكمة جاهي سبب برستة فقيروتا وأيكانوتا أقنميتا لا طوتا شقمن تلقتا ديكينوتا كنوشيتا ماد مبرة مخدورة لعورتة بارصوبة كوناشر هواية وأب متخرخ دكوتاشي إقليمية كي هاوي علتا لعوتة عمليات هواية وأديوم يوما هويلة انترنت خاشويلة السايا ما ورتة بارصوبة وبرستة رنية درهيوثا بين ثكنوشية إينا كيما بلخي خكما دولياثا الاستراتيجيوتا متقدمنتا ومطورنتا لكليتا باتا درهيوتا ومن استراتيجيوتا تخلبتا يدعاثا وخيلنتا دسويسوثا بين أطرواثا بتاول وآباوتا عملياثا جيساية درقل كوناشر هواية بشوبيديي وشق منها تخام طورنتا تخصد ناطروتا شينيتا مع ودلب مزيتا تخيلة شينايا ومطورنتا دشويلة دمنعتا من برستا درنير هواية وتوعتت مبوعة مالايد أن يكوناشي كليتا باتا درهيوتا إلى الصيتا لم خاميتت شينا دمديناية ومزيتا دشليوثا بأني بنياثات إيثقاوي كوتاشا رجعنا مرة ثانية أعزائنا المشاهدين ونبدي حديثنا الشيق ويا الأستاذ علي جاسم. بداية أستاذ سؤالنا الاستراتيجيات المتبعة حاليا من قبل الدولة في الآليات المتبعة لمكافحة الإرهاب ومدى فعاليتها، يمكن تحكي لنا أكثر؟ صباح الخير عليكم وعلى جمهور قناة العراقية السريانية. بالحقيقة الإجابة على هذا السؤال تكون كإجابة متتبع للوضع. احنا لو تبعنا الوضع مكافحة الإرهاب ودور الدولة العراقية أو الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب رح نجد أن هنالك استراتيجية شاملة متكاملة لمعالجة موضوعة الإرهاب داخل العراق. واحنا نعرف بالفترة الأخيرة الإرهاب صار إرهاب دولي، يعني بدأ يمتد على مجال دول، فيحتاج إلى تعاون من قبل جهات معينة، جهات دولية، والحكومة العراقية عندها تعاون مع جهات دولية كثيرة في مجال مكافحة الإرهاب بشتى أنواع، الإرهاب الفكري، الإرهاب الإعلامي، أي نوع من هذا الإرهاب رح نجد أكو تصدي إليه، بالإضافة إلى أن هنالك أكو حملات توعية من مخاطر الإرهاب وضرره على المجتمع العراقي وضرره على التعايش السلمي بين طبقات المجتمع وبين فئاته وبين مكوناته المختلفة. العراق دولة عظيمة عريقة بها عديد من المكونات، بها مكونات أقليات ومكونات كبرى، فضروري أن تكون فكرة التعايش السلمي بين أفراد المجتمع. أما هذه فكرة الإرهاب فهي ما يؤمن بالتعايش السلمي. الأشخاص اللي ما عندهم إيمان بالتعايش السلمي يلجؤون للانضمام إلى هذه المنظمات الإرهابية من أجل أنه بقاء مكون واحد. وفي الحقيقة جمالية الوطن بتعدديته، بتعددية أطيافه، بتعددية
مكوناته بتعدديه جهاته ومكوناته كامله. فاحنا رح نخرب رونق وجمال العراق اذا كان هنالك عداء تجاه مكون معين. فهذا بالتاكيد يتطلب من الحكومه استراتيجيه شامله متكامله للقضاء على الارهاب والسماح بالعيش الرغيد للشعب العراقي. ان شاء الله استاذ. كيف تؤثر القوانين والتشريعات على مكافحه الارهاب؟ بالضبط، القوانين والتشريعات هي ضابط للسلوك المنحرف. يعني بعض الناس هو سلوكه يؤمن بالاخلاق، يؤمن بالفضائل، يؤمن بالقيم، متعايش مع الجميع، متقبل للجميع، متقبل للراي الاخر. هذا الغالب. يحب الناس يتواصل، هذا الغالب. لكن اللي نقدر نسميه النوع الاقل من عنده او الشاذ من هذا الموضوع، منو اللي يضبط سلوكه؟ اللي ما يؤمن بالتعايش مع الاخر، اللي ما يتقبل الاخر، اللي يريد يفرض فكرته، اللي يريد يفرض رأيه. هنا القانون هو الضابط لتصرفاته. فالقوانين وتطبيقها، لان القوانين اذا كانت مجرده حتكون مجرد نصائح، لكن القوانين وتطبيقاتها على الشاذين بمساله التعايش السلمي هو يساهم بدرجه كبيره وبدرجه عاليه في الحفاظ على المجتمع العراقي، بالحفاظ على مكوناته، بالابتعاد عن الارهاب. فاكيد القوانين والتشريعات لها دور كبير في هذا المجال. صح. نعم. استاذ، الارهاب يجي من الفكر اول شيء، صح؟ طبعا الارهاب فكره تبدا من انه انت ما تؤمن بالاخر ولا تتقبله ولا تتقبل افكاره، وممكن انه توصل الى مراحل انه تكفره وتعتبره خارج. يعني هاي الاشياء اللي احنا نسمعها، احنا عايشين بهذا البلد، ومن بعد يعني من بعد 2003 والى حد الان بدات تظهر فجأة افكار تطفو على السطح، افكار متطرفه كانت لجماعات ارهابيه تروجت عبر وسائل معينه، حاولوا استقطاب شباب في لهذه الافكار، وكانت نتائجها وخيمه. من ضمنها انه بدا يتقسم المجتمع العراقي بعد ان كان وحده متكامله، بعد ان كان انه انت تداوم بالجامعات تشوف زميلك المسيحي وتشوف زميلك مختلف الطوائف، الشبكي واليزيدي خلاص. هواي طوائف، هي متعدده الطوائف العراق. بالضبط، يعني العراق متعدد الطوائف وجماليته بتعدده. الان انت اذا باقت ورد وملونه الوان زاهيه احمر واسود، هي التعدديه، هي جماليه البلد. صح. فتخريب جماليه البلد، وطبعا هذه اجى من منظمات دوليه، منظمات. يعني الارهاب الان ما نقدر نحصره فقط بمنطقه واحده بالعراق او غيرها، لا، بدا يمتد الى دول. ومثل ما قلت حضرتك، هو بدا فكره وانتشار، وبدا يتوسع، وبدا يسيطر على اماكن معينه، ويسيطر على عقول شباب، ويخرب مجتمعات. لكن هنا اكو دور للحكومه، للدوله، وايضا ما ننسى دور الجهات خلينا نسميها منظمات المجتمع المدني او الجهات الشعبيه، الناس، التوعيه اللي تصير بيناتهم. انا هذا اريد اوصل لك. نعم استاذ، يعني هو كفكره اجى كفكره، شلون ما نقول فيروس دخل بعقل شخص، عقل شاب. هو الشباب، هو هدفهم الشباب. يعني الشريحه الاكبر قبل 14 سنه يمكن 13 سنه، هاي العمر الاندفاعي يكون من تحكي وياه، يكون هدفه يريد يحقق شيء، وهذا الشيء صح. هذا الفيروس من يدخل براسه وبعقله وتفكيره ويتعشعش براسه، هذا شلون يتعالج؟ العلاج، نريد العلاج بهذا الفكر. هل هو علاج فقط بالتوعيه الحكومه، يعني الدوله توفر هذا الشيء، لو الاهل والناس والاصدقاء كلهم؟ لا بالتاكيد. احنا قبل لا نوصل الى مرحله العلاج، خلي يكون عندنا دائما جرعات وقائيه من هذا الفكر. يعني دائما احنا الانسان الفرد العراقي من يتربى بدايه تنشئته بالاسره، فانت اذا الاسره تحرص دائما على رفده بافكار ومعلومات عن التعايش السلمي وعن جارنا وعن احترام الاخر، هاي هنا احنا بدينا نسوي له وقايه من الافكار. اذا وصل الى مرحله اعتناق هذا الفكر المتطرف، لا هنا نبدي نتبع وياه علاجات. انت لو تلاحظ الفكره على شنو اساسا قائم؟ على اساس الخطب اللي احنا قبل شويه قلنا الحكومه عندها خطوات واسعه في مجال مكافحه الارهاب الفكري. لكن ايضا اذا تلاحظهم هم ما يكونون ظاهرين للعلن، يستخدمون وسائل التواصل بالتواصل مع الافراد، يستخدمون اماكن مغلقه بيناتهم خاصه بهم حتى يبدون يروجون لهذا الفكر. فبعد انضمام الشخص بالامكان انت لفتره معينه تقدر تتحاور وياه اذا اكو كان باب الحوار مفتوح، لكن بعد ان يكون باب الحوار مغلق وهو بدا ما يسمع لك وبدا يسمع فقط للجهات المنظمه له، لا هنا تطبيق القانون ضروره يكون.
ايضا بالاضافه الى تطبيق القانون، عرض القصص الواقعيه بالوسائل الاعلام. احنا الوسائل الاعلام دور كبير في المحافظه على المجتمع. عرض القصص الواقعيه وعرض الشباب اللي تندموا واللي غرر بيهم واللي بعد ما قطعوا اشواط طويله مع الجماعات المتطرفه عرفوا انه هذا ارهاب وهذا هدفه تخريب المجتمع. هذا من يعرض هذه القصص ايضا تساهم في وقايه الشباب الاخرين من الانخراط بهذه المجاميع، وايضا تساهم بتوعيه الناس المنخرطين بانه يتوقف لهنا، يتوقف وينسحب ويراجع حساباته ويشوف هو وين رايح في اي اتجاه. هذه الجماعات شنو الغايه منها، شنو الهدف منها، هذه الاهداف يعني الماديه وغيرها وغيرها هي اللي تخليهم ينخرطون بهذه المجاميع. سؤالي التالي لحضرتك هو عن دور التكنولوجيا. مثل ما كنا نلاحظ هسه احنا في عصر الذكاء الاصطناعي والتتبع الالكتروني والمتابعه، شنو دورها في مساعدتكم لتتبع الانشطه او مراقبه الانشطه الارهابيه؟ طبعا احنا بالنسبه للتكنولوجيا الحديثه الارهابيين هم بارعين باستخدامها. فانت من المنطق او من العقلانيه عندما تريد تحارب جهه ان تكون متمكن بدرجه اكثر منهم. صحيح. هم يستخدمون وسائل التواصل باستدراج الشباب، يستخدموها بنشر افكارهم على المواقع وغيرها. احنا التكنولوجيا اذا نتابع الدور الحكومي تستخدمها بتتبع مكاناتهم، تستخدمها بمراقبتهم، بتصوير الاماكن عبر اجهزه الذكاء الاصطناعي وغيرها حتى نعرف اماكن تواجدهم، غيرها خططهم، تحركاتهم. فلا غنى لنا عن التكنولوجيا الحديثه في محاربه الارهاب، خصوصا التكنولوجيا الحديثه بدات تدخل بكل جوانب حياتنا. الان احنا ما نقدر نعيش بدون وسائل التواصل، بدون النت، بدون الاجهزه الحديثه، وبدات تاخذ مجالات متعدده ومتنوعه. دخلت في مجالات الطب، دخلت في مجالات الهندسه، ايضا دخلت في المجال الامني، في مجال مكافحه الارهاب. فاستخدام التقنيه واتقانها بدرجه عاليه يساهم بالقضاء على الخلايا الارهابيه والمنظمات الارهابيه. فلها دور كبير في محاربة. دكتور التكنولوجيا ما شاء الله صارت اذا انقطع الانترنت نص ساعه بالبيت يسبب خلل. يعني هسه انا حتى بنتي دا تقرا اذا على الانترنت دا تقرا اولادنا كلهم، انا ايضا بناتي كذلك. صارت هاي يعني حتى يعني ما تقدر تعزل مثلا، يعني كنا ناخذ الموبايل بوقت الدراسه والاشياء. يعني هسه بصراحه اقول لك حتى الموبايل ده يبقى لان تقرا بالموبايل، تحتاجه بالقراءه، تحتاجه بالمحاضرات بالهاي. فالتكنولوجيا طبت يعني بس لازم واحد يعرف شلون يستخدمها بصوره صحيحه. هاي كلش مهمه. يعني الاستخدام الصحيح وترشيد استخدام التكنولوجيا يسهم دائما في انه نوصل للهدف اللي نريده. انت شنو هدفك؟ هدفك تتبضع، ممكن تستخدم تطبيقات للتبضع. هدفك تطلب تاكسي، ممكن تستخدم تطبيقات للتاكسي. هدفك، وطبعا من خلال برنامجكم واحنا اليوم حديثنا عن الارهاب، أنا أدعو الناس دائما يستخدمون وسائل التواصل التاكسيات اللي هي عبر التطبيقات. هاي أكثر أمانة. تحقق لك أمان، تعرف ابنك وين وصل، تعرف أنه تتبع الخارطة وين موجودة. صحيح. وتعرف أنه إذا نسيت شيء ممكن بسهولة يرجع لك، إذا وقعت شيء ضاع منك شيء بسهولة جدا. فإحنا دائما خلينا نستخدم التطبيقات تحمينا. يعني بالعكس أنا اليوم من موبايل بجيبي أهلي، من أنا فاتح الإيميل أهلي يعرفون أنا وين تحركت، وين رحت، وين ممكن. هذا التتبع مهم جدا بالنسبه لنا. استاذ كنا نتكلم على التكنولوجيا اذا شخص شاف يعني شك مكان ارهاب او منظمه او تجمع، يعني شافه اوكي مو مريح او شاف اكو اشياء، من يتصل. يعني هسه انا اتصلت، هل هذا اتصال محمي؟ بالضبط. سري؟ ما حد ما راح يعرف، ما راح يطلع الرقم، ما راح يطلع منو اني، مكاني، منو اتصل، وين الموقع، هاي كلها هل سريه؟ بالضبط. يعني بعد ان اطلقت الجهات الامنيه عدد من الخطوط الساخنه لمتابعه العمليات الارهابيه، اكدت دائما وتؤكد باستمرار على سريه المكالمه، سريه الشخص المبلغ، سريه رقمه، سريه معلوماته الشخصيه، لان احنا كلنا نعرف انه الارهاب هو يعني واقع دولي صار الان. فاي معلومه تطلع، يعني سواء كان رقم التليفون، المكالمه، الاسم، ممكن يتعرض هذا الشخص الى الملاحقه، او ممكن يتعرض الى التصفيه، او ممكن يتعرض الى غيرها. فواجب الجهات الامنيه هو زرع الثقه بين المواطن والجهه الامنيه. شلون احنا نزرع الثقه؟ عن طريق الحفاظ على سريه هذه المكالمه،
والعديد من الخطوط الساخنه، يعني اكو خطوط متخصصه بالابتزاز، اكو خطوط متخصصه بالارهاب، اكو خطوط متخصصه بالنجده، العديد من الخطوط الساخنه محميه، وما سمعنا احنا هسه هاي الان صار لنا باع طويل ومجال طويل ووقت طويل في محاربه الارهاب، اخذت جهاتنا الامنيه يعني تتناقل خبراتها الى الدول الاخرى. اكيد ما سمعنا انه مكالمه تسربت او رقم تسرب او معلومه تسربت، وهذا ما يعزز ثقه المواطن بالدوله، ثقه المواطن بحكومته، انه ممكن انه لما تبلغ يلقون القبض على هذه الجماعه، وايضا انت راح تكون كل المعلومات اللي قدمتها دكتور سريه. ليش سالتك هذا السؤال؟ نعم. هواي ناس تخاف تقول مثلا لا اخاف يوصل الموضوع او يعرفون منو لا احنا اني. نستغل منبركم ونطمن يعني الناس انه المعلومات هي سريه ولا يمكن البوح باي معلومه خاصه، وبامكانكم انه تبلغون اي عمليه ارهابيه للحفاظ على هذا المجتمع، للحفاظ على طيبه ناس، للحفاظ على اهله، بلغوا عن اي عمل مريب تحسوه يعني ممكن انه يسبب ضرر على ابنائنا وبناتنا وعلى مناطقنا، واللي حتكون المكالمه جدا سريه ومحميه جدا، وما شفنا احنا خلال هاي الفترات السنوات السابقه انه مكالمه سربت او شخص تعرض الى ملاحقه بعد ان بلغ، بالعكس وهذا يعزز الثقه بالحكومه وبالاجهزه الامنيه. أكيد. سؤالي لحضرتك هو نعم. عن الجانب الاقتصادي، نتكلم عنه شوية، شنو تأثير الإرهاب على هذا الجانب، وشنو التدابير المستخدمة لحماية الاستثمارات وحماية المشاريع اللي موجودة في البلد؟ يعني إذا تكلمنا عن الاقتصاد رح نتكلم جانبيا، يعني أولا توفير الفرص العمل للشباب يقلل من انخراطهم بهذه المجاميع، اليوم الشاب إذا لقى فرصة عمل عن طريق المستثمرين وغيرها، عن طريق هسه احنا شفنا يعني مبادرة رئيس مجلس الوزراء، هذه مبادرة أو مهن بإطلاق قروض إلى الشباب ومنحهم قروض لبدء مشاريع صغيرة. هذه كلها تساهم بعدم الانخراط، لأن أحيانا الشاب يدفع العوز المادي العوز الاقتصادي إلى الانضمام إلى هذه المجاميع، ظنا منه بأنه رح توفر له العيش الرغيد أو رح توفر له السلطة اللي يحلم بيها. هاي الجانب الأول. أيضا الجانب الثاني، المنطقة اللي مستقرة هي تكون بيئة حاضنة للمستثمرين، وبالتالي تعمل على تطوير بغداد، وإحنا شفنا بالسنوات السابقة اللي كان الأمن مضطرب كانوا المستثمرين متخوفين جدا من وضع أموالهم داخل العراق واستثمارها، لكن الآن بالعكس بحالة من الاستقرار الحمد لله. الحمد لله والشكر، ونتمنى يعني يا رب الله يديمها علينا هاي النعمة، والمستثمرين كلهم يطمحون أن يستثمرون داخل العراق بمشاريع كبيرة ومشاريع ضخمة، ونشوف مجمعات سكنية، نشوف مشاريع شركات ومؤسسات كبيرة. هذه أيضا اللي حتساهم بتوفير فرص عمل للشباب، بالتالي التقليل من الالتحاق بهذه المجاميع الإرهابية. دكتور اثناء الحكي يعني اجى سؤال ببالي، شنو المانع او نخلي فد ماده بالمدارس بالابتدائيه بالمتوسطه بالاعداديه لتوعيه عن الارهاب؟ بالضبط. وكذلك عندنا هو الارهاب نعرف الارهاب، بس عندنا ارهاب جديد هسه مال المخدرات وهالاشياء وغيرها، يعني نقدر يعني اكو فكره نقدر يعني يكون في توجيه رساله دعوه تكون. بالضبط. انا حسب معلوماتي يعني انا ايضا مطلع على الاجراءات اللي تصير بوزاره التربيه، اكو خطه من قبل مستشاريه الامن الوطني ينفذوها المرشد التربوي، المرشد السلوك اللي بداخل المدرسه، يوضح لهم عديد من الموضوعات، من ضمنها موضوعات الارهاب وموضوعات المخدرات وغيرها. ولا بأس من ان تكون اكو ماده، يعني هذا مقترح الى مديريه المناهج في وزاره التربيه، انه تكون ماده ولو من ضمن فد ثقافه او فد شيء معين للتعريف بهذه الجماعات. ايضا بالامكان استثمار دروس التربيه الاسلاميه بتوعيه الناس بانه احنا نعرف الارهابيين يعتمدون على تحريف تفسير الايات القرانيه وتفسير الاحاديث النبويه الشريفه، بالامكان انه تكون فد تصحيح لهذه الايات القرانيه، تصحيح لتفسيرها، العفو مو تصحيح للايات القرانيه، تصحيح لتفسيرها حتى يكون وعي عند الناس وتكون ايضا واضحه بالنسبه لهم، وبالتالي ما ينخرطون بهذه الافكار او يندفعون مع هذه الافكار الارهابيه وغيرها. بالاضافه الى تفعيل دور المرشد التربوي، احنا قلنا المرشد التربوي هو ضابط للسلوك داخل المدرسه. صحيح. فمهم جدا انه يعرف الطلاب، يشوف الطالب وين رايح باي اتجاه، اكو تراجع في مستوى معين، اكو تقدم في مستوى معين، يعزز افكار معينه، يعزز الافكار الوطنيه اللي تجمعنا كليتنا، تجمعنا تحت رايه العراق، مو تمام؟ تجمعنا تحت سقف الوطن الواحد.
فهذه مقترح لا بأس به، وأنا على حد علمي أنه وزارة التربية قاطعة شوط طويل في هذا المجال. طبعا نتمنى هذا مقترح بصراحه يعني ياخذوا بعين الاعتبار يعني كلش صدقني يعني مهم بصراحه دكتور. يعني الطفل من الابتدائيه قول متوسطه الابتدائي هو طفل يعني، بس هم ترى يعرف ويحفظ وتبقى بالذاكره. الاهم هو زرع البذره الجيده فيه. يعني من يقرا هيك شيء ويخلون بذره محبه، بذره يحب الناس كلها وكل الاجناس. يعني اكو كان مقترح بال 2020 طلع لاضافه ماده تسمى التربيه الاعلاميه. التربيه الاعلاميه اي هاي موجوده بعدد من الدول بالشرق الاوسط، تعرف الطالب بوسائل التواصل وخطرها. ايضا بالامكان اضافه هذه الفقرات المجاميع الارهابيه وغيرها داخل ماده التربيه الاعلاميه، وفتح باب جديد لخريجين كليات الاعلام للتدريس داخل وزاره التربيه. اي فاحنا نتمنى اكيد بالطبع نتمنى انه دكتورنا العزيز في الختام نحب نتكلم عن الموضوع تكلمنا في بدايه حلقتنا هو عن حادثه سيده النجاة سنه 2010 واليوم احنا سنه 2024. نعم. شنو تعليقك على هذا الموضوع، او ممكن تحكي لنا عن الفرق اللي صار وان شاء الله ما يتكرر بالوضع الامني سابقا؟ يعني احنا بدايه العفو يعني تعازينا ومواساتنا لاهالي الضحايا، يا ربي يعني يلهم أهلهم الصبر والسلوان ويرحمهم جميعا. حادثة كانت جدا أليمة، هزت المجتمع العراقي والمجتمع البغدادي بالتحديد، مست مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي. احنا كلنا نعرف العراق منذ العصور القديمة المكون المسيحي هم المكون الأصيل داخل المجتمع. كان هذا الاستهداف لتفريغ الوطن من هذا المكون الجميل، من هذول الناس الطيبين، من أهلنا وناسنا. استهداف بشع، استهداف مرير كان جدا. مرت يوم بائس على بغداد في تلك الفترة. الآن الوضع أفضل، الآن الوضع أحسن الحمد لله والشكر، لكن بقد غصة بالقلب هذا اللي صار. نتمنى يعني دائما أو ندعو دائما بالرحمة للشهداء، ويا ربي يلهم أهلهم الصبر والسلوان، الله يصبرهم ويعوضهم الخير إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله العراق هو وطن للجميع، ونتمنى الأخوة والأخوات اللي تركوا العراق بسبب هذه الحادثة أو الحوادث المتتالية اللي صارت على المكون المسيحي يرجعون. حقيقة احنا نفتقدهم، الوطن وطنهم، واحنا جدا نعتز ونفتخر بأنه هم شركائنا بالوطن. نتمنى عليهم أنه يرجعون إلى هذا الوطن، يرجعون إلى بيوتهم، يرجعون إلى شركاتهم، معاملهم، يرجعون إلى وظائفهم. البلد بانتظارهم. خلي ما زال اكو شوط طويل نقطعه سويه. خلي ايدينا بيديهم حتى نقدر نبني هذا الوطن من جديد. نعيد له الرونق، نعيد له الجمال، نعيد له المستويات اللي وصلنا لها، المستويات العلميه، المستويات الخدميه، التربويه، الصحيه، بجهودهم طبعا هم. فكل امنياتنا انه يرجعون لهذا البلد وينسون اللي صار، ولو هو نسيانه صعب، بس على الاقل نطوي صفحه جديده. وضع الامن الان مستقر نوعا ما، بالامكان انه يكونون عون لنا في بناء العراق. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور، شكرا على الجواب، شكرا طيتنا من وقتك.